تخيل معايا كده ان الشخص اللي المفروض يكون بطل القصة هو في الحقيقة اخطر واحد فيها. مش سوبر هيرو بيحمي العالم ولا شرير تقليدي تقدر تكرهه بسهولة، لكن واحد اتكسر جواه كل حاجة بعد ما خسر كل اللي بيحبه. في فيديو النهاردة هنتكلم عن واحد من اكتر الشخصيات جنونا وظلمة كمان في عالم ذا ويز، شخصية بيلي بوتشر. شخص بدأ كضحية وانتهى حرفيا ككابوس. بالنسبة لبيل بوتشر يعتبر الشخصية الرئيسية وفي نفس الوقت ممكن تعتبر واحد من الأشرار برضه، سواء في الكوميكس أو حتى كمان في المسلسل بتاع ذا بويز. بوتشر هو قائد فريق سري تابع للسي اي اي، فريق كله ناس عندها قدرات خارقة وهدفهم واحد فقط، يسيطروا على السوبر هيروز ويوقفوهم عند حدهم. لما أي بطل خارق بيتمادى أو بيعمل جريمة كبيرة، فريق ذا بويز بيتدخل فورا علشان خاطر يوقفه. بوتشر هنا هو اللي بيجمع الفريق وبيختار الأهداف وهو القائد بتاعهم، وكمان واحد من أخطر وأعنف الشخصيات في عالم ذا بويز كله. بوتشر نفسه عنده قدرات خارقة بسبب المادة اللي تسمى كومباوند في، ودي بتديله قوة وسرعة وتحمل عالي جدا. بس بصراحة أقوى سلاح عند بوتشر مش قوته الجسدية، ده عقله. هو تقريبا بيعرف كل حاجة عن أي حد، ولو في حاجة ما يعرفهاش بيعرف يوصلها بسبب خبرته الكبيرة وتدريبه مع السي اي اي. غير كده هو شخص قاسي جدا وبيسيبش حقه، ودي مش قوة خارقة بس في حالته تعتبر سلاح مرعب. أول ظهور لبوتشر كان في العدد الأول من الكوميكس، لكن قصته الحقيقية اتقالت متأخر شوية في سلسلة فرعية، ودي اللي شرحت الماضي بتاعه بشكل كبير. بوتشر اتربى في بيت أبوه وهناك كان عنيف وبيتعامل بوحشية، وده خلى بيلي يكبر وهو مليان غضب وعنف. وفي مرة بعد ما أبوه ضرب أمه، بيلي كان على وشك يقتله. بعدها بفترة ساب البيت وانضم للجيش، تحديدا هنا للمشاة البحرية، وشارك كمان في حرب فوكلاند. ولما رجع من الحرب فضل بنفس طبيعته العنيفة لحد ما قابل واحدة تسمى بيكا. فدي بقى مع أخو بيلي كانوا من الناس القليلة اللي يقدروا يهدوه ويطلعوا الجانب الكويس اللي جواه. بيلي وبيكا حبوا بعض، ومع الوقت شخصيته اتغيرت تماما وبقى أهدى بكتير، لدرجة إن هم قدروا يقنعوا أمه تسيب العلاقة المؤذية اللي كانت فيها. وبعد كده بيلي وبيكا اتجوزوا وقرروا يسافروا يقضوا شهر العسل. فمن غير ما يعرفوا هنا بقى فريزا سيفن كانوا موجودين في نفس المكان اللي هم رايحين يقضوا فيه شهر العسل. مع الوقت بيكا بدأت تتغير، بقت منطوية ومتوترة بشكل غريب، وده خلى بيلي يقلق عليها جدا. لحد الليلة كده بقى بيلي صحي من النوم على منظر صادم جدا، لقى الجثة بتاعتها متقطعة بشكل بشع. والجزء اللي جاي مظلم شوية، اللي حصل ان كان في جنين خارج جواها هو اللي قتلها بالطريقة دي، وبيلي اضطر يقتله علشان خاطر يقدر يهرب. بعد كده لما قرأ مذكرات بيكا اكتشف الحقيقة الصادمة، انها تعرضت لاعتداء من هوملاندر اثناء شهر العسل. بيكا حملت بطفل من هوملاندر، والطفل ده هو اللي قتلها، وبيلي اضطر يقتله بنفسه علشان خاطر ينجو. ومن هنا كراهية بيلي لهوملاندر بقت نار مش طبيعية، كراهية من أعماق قلبه. في اللحظة دي تقريبا بيلي اتجند وانضم لفريق ذا بويز، اللي كان بيقوده وقتها واحد يسمى مالوري. مالوري كان بدأ الشغل ده بعد ما شاف البلاوي بتاعت السوبر هيروز في الحرب العالمية التانية، وقرر انه لازم يبقى في حد يوقفهم عند حدهم. بيلي ومالوري اشتغلوا سوا، واسم ذا بويز اصلا جاي من تعبير بريطاني. الاتنين هنا بدأوا حرب مفتوحة ضد السوبر هيروز في العالم، بس الفرق ان مالوري كان هدفه يحمي المجتمع، انما بيلي كان بيعمل كده لانه بيكرههم بكل ذرة فيه. مع الوقت مالوري لاحظ ان بيلي بقى اعنف بكتير، بدل ما يهدد او يبتز السوبر هيروز بقى بيدور على اي سبب علشان خاطر يقتلهم. وبعدها الامور وصلت لحرب كبيره جدا بين ذا ويز وكمان ذا سيفن. الحرب دي بقى انتهت بمأساة، احفاد مالوري اتقتلوا على ايد بطل يسمى لامبلايتر. بعد الحادثه دي شركه فوت والسي اي اي وفريق ذا ويز وكمان سيفن كلهم اتفقوا على هدنه. مالوري ساب الفريق وذا ويز اتفككوا لفتره، ولكن بعد شوية بيلي قرر يرجع الفريق تاني وجمع الأعضاء القدام زي ام وفرنشي وبقية الشخصيات كمان، وضم عضو جديد من ضمنهم هوي. بيلي اختار هوي تحديدا لأن الاتنين عندهم نفس الجرح، الاتنين خسروا حد بيحبوه بسبب السوبر هيروز. أول مهمة للفريق الجديد كانت هدفها تفتح عين هوي على حقيقة العالم ده كله، وهنا بقى راح يحققوا مع فريق مراهقين خارقين يسمى تينيج. خلال المهمة دي بقى وبعد ما هو أثبت نفسه واكتشف سر مهم جدا، كل أعضاء ذا بيس كانوا واخدين مادة كومباوند في، وهي مخدر نادر وغالي جدا بيدي الناس قدرات خارقة، وهو كمان اتحقن بالمادة دي. المهمة دي انتهت بمواجهة ضخمة جدا في الشارع وفوضى كبيرة خلت هيوي يقتل واحد من الفريق التاني بالغلط. ومن هنا بقى بيلي كمل في سلسلة مهمات تانية فيها نجاحات وفيها فشل، لكن كلها كانت ماشية في اتجاه واحد، الحرب ضد السوبر هيروز. كل المهمات دي كان هدفها الأساسي إنها تفتح عين هيوي على الحالة القاسية للعالم اللي هم عايشين فيه.
من ضمن الحاجات دي ان هم راحوا قبضوا وقتلوا بطل يسمى سوينج، وده كان قاتل شخص بريء، وكمان ابتزوا بطل تاني ودمروا مستقبله تماما. بعد كده بيلي والفريق سافروا روسيا علشان خاطر وقفوا زعيمة عصابة، والزعيمة دي كانت ناوية تقتل عدد ضخم من السوبر هيروز علشان خاطر تكبر اسمها وتاخد نفوذ هناك. بس اللي حصل هنا بقى كان أعنف بكتير. بيلي بوتشر فجر نسخة غير مستقرة من كومباوند في، وده وصل لموت الزعيمة ومعاها أكتر من 100 شخص عندهم قدرات خارقة. الموقف ده بيوضح قد إيه بوتشر ممكن يبقى قاسي، وقد إيه كره للسوبر هيروز ملوش حدود. بعد كده بيلي طلب من هيو يتسلل ويحقق مع فريق يسمى جيمان، ونقدر نقول ان الفريق ده ونسخة العالم ده من الاكس مان، ودخله جوه فريق فرعي يسمى جيبويز بهوية مزيفة وكمان اسم بطل جديد. ومن غير هنا ما ندخل في تفاصيل كتير، النهاية كانت دموية جدا. فريق جيمين وكل الفرق التابعة ليه تقريبا اتقتلوا، عشرات من السوبر هيروز ماتوا، وبوتشر كان مبسوط جدا باللي حصل ده. كمان فريق ذا بويز دخل في مواجهات تانية مع أبطال أقوياء جدا زي فريق باي باك، وكمان شخصية ستورم فرونت اللي هي نسخة نازية من هوملاندر. القصص دي حلوة وممتعة بس مش بتضيف كتير لفهم شخصية بوتشر نفسها. بعد كده بقى بنوصل لنقطة مهمة جدا، لما بيل اكتشف العلاقة بين هيو وكمان ستارلايت، فهو هنا بدأ يشك فعلا ان هو ممكن يكون شغال مع شركة فوت، فحط في اختبار صعب جدا وخلاه ينضم لفريق يسمى سوبر دوبر. نيجي بقى لنهاية القصة. هوملاندر عمل انقلاب ضخم على شركة فوت وعلى الحكومة الأمريكية، وهاجم البيت الأبيض وكمان قتل الرئيس. السي اي اي وقتها ادت لبوتشر صلاحيات كامله ان يوقف هوملاندر واي سوبر هيرو بقى خطر على البلد. فبوتشر هنا اقتحم البيت الابيض وواجه هوملاندر، لكن هنا حصلت صدمه كبيره جدا. هوملاندر ما كانش هو اللي قتل مراته، اللي عمل كده كان بلاك نوار. والصدمه الاكبر بقى انه نسخه مستنسخه من هوملاندر واقوى منه كمان، وكمان فقد عقله تماما. وفي النهاية دي بلاك نوار هو اللي قتل هوملاندر، وبعدها الجيش الأمريكي مع بوتشر قدروا يخلصوا عليه. كده بوتشر أخد انتقام من السوبر هيروز، بس الحرب بالنسبة له لسه ما خلصتش، لأن الحقيقة إن كل اللي حصل ده كان مجرد بداية لجنون أكبر جاي بعد كده. بعد هنا ما أخد انتقامه، السوبر هيروز رجعوا يسيطروا على العالم مرة تانية، بس الجرح اللي موت مراته سابه جواه فضل يكبر ويكبر ويخلي بيلي بوتشر يزود حربه ضدهم بشكل مرعب جدا، لحد ما توصل للحقيقة اللي يمكن ما تبقاش عاوز تعترف بيها. بوتشر بقى شرير، ويمكن بنفس درجة السوبر هيروز اللي كان بيحاربهم كمان. السي اي اي قررت تفكك فريق ذا بويز، ولكن هنا هيوي اكتشف سر خطير جدا. العالم النازي اللي اخترع كومباوند في ما كانش مات، وكان شغال في السر مع بوتشر سنين طويلة علشان خاطر يطور سلاح بيولوجي يقدر يقتل أي حد يتعرض للمادة دي. وده معناه إيه؟ معناه إن ملايين الناس ممكن تموت. لما باقي الفريق عرف الحقيقة، بوتشر قرر ينفذ الخطة بتاعته، وبدأ فعلا يتخلص من فريقه بنفسه. فبوتشر هنا قدر يقتل ام وكمان فرنشيو وكمان فيميل، وفي الآخر فضل هيوي لوحده. وبوتشر استدرج هيوي المبنى امباير ستيت، وكان ناوي يقتله ويفجر السلاح البيولوجي، لكن اثناء المواجهه دي بينهم بوتشر وقع من الشباك واتكسر رقبته وبقى كمان مشلول. ورغم كل ده قدر يقنع هيو انه يقتله بعد ما كذب عليه وقال له انه قتل اهله. وهنا بقى بتنتهي قصه بيلي بوتشر، نهايه سوداويه جدا لشخصيه بدات كضحيه وانتهت كواحد من اخطر الاشرار. فقصة بيلي بوتشر مش مجرد قصة واحد بيحارب سوبر هيروز، دي قصة إنسان بدأ من الألم وتحول مع الوقت لآلة انتقام ما بتفرقش بين الصح وبين الغلط. كل خطوة خدها كانت بتقربه أكتر من هدفه، بس في نفس الوقت هي كانت بتبعده أكتر عن إنسانيته. وسواء بقى شايفه بطل أو شرير، الحاني بوتشر هو أكتر مثال واضح على إن الكراهية لما بتكبر جوه الإنسان ممكن تبلعه في الآخر. وده اللي بيخلي عالم ذا ويز مختلف، مفيش فيه أبيض وأسود، كله يعتبر درجات رمادي. فطبعا زي ما شفنا كده في اختلافات كبيره بين الكوميكس ومسلسل ذا بويز. فكالعاده بقى هستناك في كومنتات، ولو وصلت لحد هنا اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان خاطر يوصلك كل جديد اول باول. واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.